رياضة كل العالم بيحبها، سواء كرة القدم الأمريكية أو العادية، بس كل نجومها بيدمروا دماغهم من غير ما يحسوا. في دكتور مهاجر وقف لوحده واكتشف المرض اللي بيقتل لاعيبة الرياضات الاحتكاكية، اسمه التهاب الدماغ المزمن الناتج عن الضربات المتكررة، كرونيك تروماتيك انسفالوباثي، أو باختصار CTE. والقصة كلها هتقلب الرياضة رأسا على عقب، مش هيسيبهم في حالهم. بينيت أومالو نيجيري الأصل، اتولد سنة 1968، وده عبقري من صغره. دخل كلية الطب وهو عنده 16 سنة. هاجر أمريكا سنة 1994 وبدأ يشتغل طبيب شرعي، شايف الموت على طول وبيحلل دماغ الناس اللي ماتوا فجأة. وفي سنة 2002 جات له جثة لاعب كرة قدم أمريكية اسمه مايك ويبستر، مات صغير بعد حياة كلها مليئة بالمشاكل، زي أي لاعب بيخبط دماغه في الملاعب طول حياته. ساعتها اكتشف مرض جديد، التهاب الدماغ المزمن، زي ما اتكلمنا فوق، كرونيك تروماتيك انسفالوباثي. وماله فتح دماغه لقاه مليان تلف زي الزهايمر بس في سن صغير، يعني مش نافع تاني. المرض ده مش بيضر لعيبه كرة القدم الامريكية بس، لكنه موجود في كل الرياضات اللي فيها احتكاك ورؤوس بتتخبط. يعني كرة القدم العادية او الرجبي ممكن برضو يسببوا نفس المشاكل الدماغية لو الاستمرار في اللعب كان عنيف او متكرر. طب يعني ايه CTE؟ هشرح لك. انا عارف الفضول اللي جواك. ده مرض تنكسي بسبب الصدمات المتكررة في الراس. تراكم بروتين في المخ اسمه تاو بيخلي خلايا المخ تموت واحدة ورا التانية. المريض يبدأ ينسى. 9 7 8 4 3 2 9 7 8